السلام عليكم، اهلا وسهلا متتبعي قناه ايزا بالعربي، ومرحبا بالزوار الجدد لأول مرة تجيعينهم على قناتنا المتواضعة. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غتشارك معكم بعض اللقطات والاقتباسات من جولتي في معارض الكتاب في الدورة ديالو 28 بالرباط. خليكم معايا في هذا الفيديو، غنتسارى واخا غير شي مهم، غير لقطات بسيطة. فالمعرض يعني ساعتين ما كافياش، لان ساعتين يلا كي غتسارى جميع الاروقه وتتكلم على كل شيء. المهم انا شاركت معكم بعض الاقتباسات فقط، وكذلك غنشارك معكم اشنو خلى ليا معرض الكتاب في سنه 2023. فخليكم معايا في هذا الفيديو. صحتك انا تخلي انا المهم حنا كندخلوا كلشي كاين فين كاين دخلي وغتسولي راه كاين لاكي. ايوا هذه هي الدخله. قال لك مرحبا. وهذه هي الدخله. عجيبه والله، عجيبه. شكون المعرض؟ أستاذ غيعجبو هادشي. غيكون غير هنايا مادام بلي المؤسسات ديالنا كاين هنايا. مشات عملت لهم في المدرسه وملي تبع للعيال نضرب كيطالبوا المدير يعمل له اكثر من رحله برا المدرسه. اول مره عاودوا جابوه فوقاش ملي كنت انا في اكادير. دوك ما شفتيهاش. وكيف ما كتشوفوا كل بلد كيحط هكا الرواق ديالو، كيستحضر فيه ولا كيحضر فيه الكتب ديالو. بزاف جميع الكتب في كل المجالات، وفي مجالات مختلفه ومتنوعه بزاف. كذلك المغرب يعني جميع الوزارات ديالو يعني سواء جميع الوزارات، وزارة الثقافة، السياحة، جميع الوزارات، وزارة الصحة تيستحضروا ولا تيحضروا ولا تيكونوا حاضرين الكتب ديالهم في الأروقة ديالهم كيف ما كتشوفوا. انا درت هنا واحد الجوله اللي تكون مختصره، غير سيريتكم معايا. اما المعرض خاصك ساعات وساعات باش تعطي كل رواق الحق ديالو، وكتستطلع على الكتب وشنو الجديد. هذه الآلية لم تمنع من طرف الحكومة العليا. أما ما الفرق ما بين الإيجاب
التنسيق ما بين لجان ديال المجلسين. لجنه مراقبه الماليه العامه توجد فقط بمجلس النواب ولا توجد بمجلس المستشارين. وشكرا لكم على الاهتمام. بحال هكا هذه وزارة العدل تيكونوا جميع الكتب الخاصة بهذا المجال هذا ولا بهذا خاص بوزارة العدل. هنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين تا واحد يستحضر سميتو، وتيكونوا كذلك مع عروض، وتيكونوا يعني تيكون التوقيع على كتب جديدة، وكيف ما قلت لكم بإضافة العروض وندوات اللي كتكون مختلفة. كل مثلا وزارة كيكون عندها برنامج علمي كتقدم فيه يعني الكتب ديالها بواحد يعني حسب واحد البرنامج معين اللي كدرسو تيكون عنده دراسة قبلية. فكمثال هنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فهذا هو البرنامج العلمي ديالهم. كيكونوا هاد المسؤولين هادو كيف مثلا نعطيتكم غير مثال، كيكونوا هاد المسؤولين اللي كيتكلموا وكيعالجوا واحد الموضوع معين حسب البرنامج ديالهم. تبارك الله كاين ناس بزاف وما خاص تصور الناس، يعني تحترم الخصوصيات ديالهم. فداك الشيء علاش التصوير كان صراحه ماشي هو هذاك، فكرت هضر بزاف، ولكن بغيت نشارك معكم هاد اللقطات واللي شي حاجه اللي بحال هاد الحوايج هادو اللي خاصنا نشاركوهم وزعما يعني ليك الشرف انك تشارك هاد الشيء مع الناس ديالك وفي القناه ديالك ولا في اي حساب عندك في مواقع التواصل الاجتماعي. هنا ملاحظة اللي صراحة جدير باش نذكروها في الفيديو تاعنا، علاش لا، ان يعني كتابات كاينه بالعربية وبالأمازيغية، وهذه نقطة تحتسب منظمي المعرض. هذا الرواق هذا من أجمل الأروقة اللي نالت الاستحسان صراحة الله. مكتبة اسم ديالها عصير الكتب، وفعلا عصير مختلف باناشي، يعني جميع الكتب ولا مختلف الكتب نقولوا في بزاف الحوايج، يعني رائعة رائعة رائعة. هذه المكتبة هذه عجبتني بزاف، وعجبت يعني حتى الناس عجبت يعني الصديقات والاخت ديالي كنا مع بعض. غزالة ضروري غادي تلقى يعني الضالة ديالك وتلقى شنو كيعجبك في هذه المكتبة وفي هذا العصير الكتب. لا صافي شكرا. بارك الله فيك. صراحة في هاد البيبيوتيك ديال عصير الكتب كتحير شنو تاخذ بالنسبة لمحبي القراءة أو محبي الكتب، بجميع المهم بزاف الحوايج. تتشوفوا كيفاش تشوفوا العناوين ديال الكتب على مستوى القنصليات والسفارات والجاليه راه شي كبير. ما ينقصنا هو الاعلام، راه ما كنسوقوش داكشي اللي كنديرو. يعني القنصليات اصبحت مرقمنه، استقبال المواعيد، الفيزا الكترونيك، واحد العدد شيء كثير اللي باقي الان كيداروا باقي المسار. اخر خبر غنعطيكم يعني وغادي نقولوا على مسؤوليتي، يقدر يحاسبوني عليه غدا. الان غيولي المواطن المغربي فين ما تنقل عنده الحق يطالب بشي وثيقه او شي حاجه. يعني هما دابا خدامين فيها، باقي ما بديناش، لانه كاين عندنا ترونسفير دو دوسي كتمشي لهنا ولا هنا كيكتب الدوسي كيهدف. ولكن بغيت نقول كاين مجهود كبير على المستوى الخارجي وعلى مستوى الخبراء مع الداخليه مع الامن مع الجهات المسؤوله في هذا المجال. السيد الرئيس السيد بن عبد الله اشكرك جزيل الشكر. والرقمنه كتبقى هي الحل الوحيد، لا في القضيه ديال التوثيق ولا في القضيه هو الحل. وراه وزير الخارجيه غادي يفكر الجهد ديال لا ليبرسيون الرقمنه. وشكرا لكم واعتذر عن هذا التطوير وشكرا لكم. شكرا. مساء الخير. كنرحب بنفسي في هذا الفضاء ديال السلطه القضائيه
وباختيار هذا الموضوع لانه موضوع حساس جدا كيمس واحد الشريحه عريضه اللي هما مواطنين يعني وخصهم يتمتعوا بكافه الحقوق ديالهم اسوه المغاربه في الداخل. فتمنيت لو انني اطلت معكم في الفيديو، كان الفيديو طويل ولكن الفيديو وصل النهايه ديالو. بغيت نشارك معكم هذا الكتاب فاتتني صلاة اللي كيتكلم على قصص ديال الناس اللي فاتتهم صلاة، وبغيت نشارك معكم دوك القصص. جاني هديه من اخت ديالي الجميله صباح، تنشكرك بزاف على الهديه الرائعه، لان اجمل ما وافضل ما تهدي للشخص شيء تيحبه. فشكرا لك اختي، وشكرا كثيرا جزيلا على الكلمه الطيبه. ان شاء الله غنقرا الكتاب وغنشارك معكم. وصلت نهايه الفيديو، خليتكم راحه ومع الف سلامه.